بصوا يا شباب، هخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. جيرونا مسحت بالكبار الارض، مش هاممها حد داخل كده عافيه، قاعد يكسر كده ويضرب في ده ويضرب في ده. برشلونه خدت منها. اخر حاجه بقى اللي كانت ملحمه فعلا ماتش اتلتيكو مدريد. كابتن هو كله ضرب مفيش شتيمه ولا ايه؟ بغض النظر عن اللي عملته جيرونا، لا ده كان ماتش حلو. خلص 4-3، بس خلص 4-3 في ايه؟ في الدقيقه 91، يعني لغايه 91 واتلتيكو مدريد متعادل. صعب قوي ان فرقه زي اتلتيكو مدريد دي تستسلم، وبصراحه عملت ماتش حلو، عملت ريمونتادا. وجود موراتا في اتلتيكو مدريد بصراحه فكرنا بموراتا اليوفنتوس، وبقى احسن كمان. موراتا على قد ما هو من الناس اللي بتضيع فرص كتير، لكن في ماتش زي ده قدر يحط هاتريك ويبقى نجم من نجوم الماتش ده، لو ما كانش هو نجم الماتش الاول يعني. موراتا شايل هجوم الفريق هو وجريزمان، عاملين ثنائيه قويه جدا مع اتلتيكو مدريد. اما بالنسبه بقى للجندي المجهول ده، مش الجندي المجهول ده، الجندي المعلوم في فريق اتلتيكو مدريد هو رودريجو دي بول. من احسن اللعيبه اللي بتلعب في نص الملعب اصلا في العالم. رودريجو دي بول اهم لاعب دلوقتي في منظومه اتلتيكو مدريد. بس جيرونا برضو خلصتها. جيرونا فريق مجتهد وبيعمل اللي عليه وزياده، ودايما الكره بتدي المجتهد. عندهم نسبه حظ كبيره، بس مش معنى كده ان هم وحشين، بالعكس ده هم حظهم ده عشان خاطر سعيهم. فرقه بتهاجم، بتدافع، بتستحوذ، بتعرف تعمل كل حاجه في اساسيات الكوره. صعب قوي ان انت تلعبها. جيرونا دي عامله لنا مفاجاه السنه دي. تفتكر جيرونا هتعرف تاخد الدوري ده ولا مش هتعرف؟